أهلا بيكم معانا في غطسة جديدة في بحر الكلام. النهاردة بصراحة الموضوع كده يفرح لوحده. هنتكلم عن إزاي إحنا كمصريين بنعبر عن الفرحة والسعادة. المصادر اللي بصينا فيها بتقول كلام مهم قوي. يعني اللغة بتاعتنا فعلا غنية جدا في الحتة دي، من أول كلمة مبسوطة لغاية بقى طايرة من الفرحة. وبتبان علينا، يعني بتبان. تمام. وهو ده الهدف، مش بس نشوف الكلمات دي، لا، الهدف إننا نفهم أكتر. إيه اللي وراها؟ هو ليه أصلا مهم إننا نركز مع مشاعرنا الحلوة دي؟ زي ما لقينا في القرايات إن الواحد يفهم هو فرحان ليه ممكن يكون بنفس أهمية إنه يفهم هو متضايق ليه. بالظبط. خلينا نمسكها واحدة واحدة. يعني مثلا تعبير زي أنا رايقة شدني قوي ده. مش مجرد كلمة وخلاص، لأ، دي حالة سلام داخلي كده وهدوء. بس هدوء ليه معنى. مظبوط. وهي دي يمكن البداية. الروقان ده مختلف تماما عن مثلا أنا مزقطط. هنا بقى في حركة، في طاقة عالية، بهجة واضحة جدا. يعني تحس الفرحة بتتنطط كده. فعلا فعلا، الفرق كبير. طب ولما تحصل بقى حاجة جامدة قوي، حاجة تفرح بجد، بنلاقي نفسنا بنقول قلبي بيرقص من الفرحة. دي بقى مش أي انبساط، دي بهجة شديدة يعني. وممكن نعلى بالدرجة كمان ونوصل ليه أنا في حتة تانية خالص. دي كأن الواحد فعلا خرج بره الواقع من كتر السعادة، طاير كده. المهم إن كل تعبير من دول بيرسم صورة مختلفة، درجة مختلفة من المشاعر الحلوة دي. والمثير بقى، زي ما لاحظنا، إننا شاطرين قوي في تحليل الزعل. بنسأل أنا متضايقة ليه؟ إيه اللي حصل؟ لكن قليل قوي، قليل لما بنقف ونسأل طب أنا مبسوطة ليه دلوقتي؟ إيه مصدر الإحساس ده؟ وهنا بتدخل فكرة الذكاء العاطفي، اللي هو قدرتنا نفهم مشاعرنا ومشاعر اللي حوالينا. والمصادر اللي معانا ربطت ده بفهم المشاعر الإيجابية بالذات. يعني كأن اللغة العامية بتاعتنا دي بثرائها ده هي نفسها أداة ذكاء عاطفي، بتساعدنا نميز بدقة. ولما نميز نعرف بقى إيه اللي بيشحن طاقتنا بجد. فهمت قصدك. يعني بدل ما الفرحة تعدي كده وخلاص، نبدأ نتعامل معاها بوعي أكتر، زي المثال اللي كان في القرايات، فاكر؟ لو حد خرج خروجة معينة وحس بعدها إنه فعلا مبسوط ومرتاح، لو سجل الإحساس ده في دماغه، هيبدأ يفهم إن النوع ده من الخروجات أو الناس دي بتسعده، فهيسعى ليها أكتر، صح؟ بالظبط كده. وده بيخلينا نروح لنقطة تانية كانت واضحة قوي في الكلام اللي قريناه. فكرة إن السعادة ممكن تبقى معدية، بس في حتة زيادة، إنها بتكون معدية أكتر لما نشرح سببها. يعني أنا مبسوط دي حاجة كويسة، لكن أنا مبسوط عشان حصل واحد اتنين تلاتة، دي أقوى بكتير. كأنك بتشارك الوصفة. نقطة حلوة دي قوي. يعني بتخلي الفرحة ملموسة أكتر للي قدامك. وحاجة كمان لفتت نظري، التمييز بين السعادة اللي بنسميها هادية زي روقان، والسعادة الصاخبة زي الزقططة والرقص ده. والكلام أكد إن مفيش واحدة أهم من التانية، الاتنين ليهم مكانهم ووقتهم. أيوة تماما. وده ممكن يوصلنا كمان لفكرة الامتنان، اللي برضو لقيناها متكررة. الامتنان للحاجات البسيطة، يعني زي ما كان مكتوب، ممكن فنجان قهوة الصبح يكون مصدر السعادة الهادية دي. مجرد إن الواحد يقدر اللحظة دي، ده في حد ذاته بيزود إحساس الرضا والسلام الداخلي. يعني الخلاصة من كل ده، كأنها دعوة إننا ندي لنفسنا وقت ومساحة، مش بس عشان نحس بالمشاعر الحلوة، لا، عشان نفهمها ونوصفها صح. بالظبط. ده يعتبر تمرين في الوعي بالذات. بدل ما كل تركيزنا يبقى على المشاكل والمشاكل الصعبة، نبتدي نستكشف ونقدر خريطة مشاعرنا الإيجابية دي. لما نفهم إيه بيفرحنا، حتى لو حاجات بسيطة، ده بيعلمنا كتير عن نفسنا وعن إيه المهم فعلا في حياتنا. يبقى الموضوع أعمق من مجرد إحساس وخلاص. ده بيساعدنا نفهم نفسنا أحسن، وممكن كمان يقوي علاقاتنا بالناس لما نعرف نعبر عن فرحتنا دي بوضوح وبصدق أكتر. وهنا بقى ممكن نسيب سؤال كده للتفكير. المرة الجاية لما الواحد يلاقي نفسه بيضحك بجد من قلبه، أو حاسس إنه رايق قوي ومبسوط، ممكن يقف ثانية ويسأل نفسه، أنا فين دلوقتي على سلم الفرحة اللي كنا بنتكلم فيه ده؟ هل أنا في درجة الروقان، ولا مزقطط، ولا يمكن طاير في حتة تانية؟ مجرد إننا نلاحظ ونسمي الحالة دي بوعي، تفتكري ده ممكن يضيف إيه لتجربتنا اليومية وعلاقاتنا؟ الكلام اللي قريناه بيقول إن الاستمتاع بكل محطة على السلم ده مهم جدا،